السلام عليكم العائله، كنتمنى تكونوا بخير على خير في احسن الاحوال. واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تحقق عليه، واللي مريض يا ربي تشافيه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عجين ديال البيتزا كيخرج كميه كثيره، كيجي خطير البنات، كيجي غزال. كما كتشوفوا الباط ديالنا كتجي رطبه وكتجي خفيفه. انا هنا درت هادو كبار شويه، ما كبرش البنات بزاف، جاو حلوين القياس ديالهم. ودرت هاد ميني بيتزا كما كتشوفوا نتوما غتشكلوا على حسب الرغبه، غديروهم اما كبار ولا صغار اللي بغيتو. كيجي العجين ديالنا غزاله البنات. نتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم، ومشيو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. ودابا غندوزو المقادير ديال العجين. المقادير متواجدين في اي دار، والعجين راه سهل البنات دغيا كيوجد. المهم هنا غنحتاجو 3 الكيسان ديال الدقيق. خديت الكاس الاول غربلته، وغنزيد الكاس الثاني كما كتشوفوا معايا حتى هو نغربلو، ضروري ما نغربلو الطحين. وغنزيد الكاس الثالث. دابا غنزيد على الطحين باقي المكونات. غنديرو معلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه كما كتشوفوا، وغندير معلقه صغيره ديال الملحه، وغندير معلقه صغيره ديال البزار، معلقه مع مراش. المهم البزار على حسب الرغبه، ممكن ما ديروش الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش. وغنديروا 3 المعالق ديال الحليب بودره كبار، 3 معالق كبار. وغندير شويه ديال الزعتر، وغنخلط المكونات وغنزيد عليهم 3 الكيسان ديال الماء دافي كما كتشوفوا. وغنخلط غير بالفوي، غنخلطهم مزيان حتى ينسجم ليا داك الماء مع الخليط ديالي، وما يبقاوش ليا دوك الكويرات ديال الدقيق صافي. وغنغطي عليهم بالسلوفان، وغنخليهم مده ديال نص ساعه ولا ربع ساعه، المهم حتى يتفاعل لينا الخليط ديالنا صافي. انا هنايا نسجم ليا الخليط، غنغطي بالسلوفان ومن بعد نرجع معكم. من بعد ما تفاعل ليا الخليط ديالي كما كتشوفوا، دابا غنزيد عليه كاس لاروب ديال زيت الزيتون، وغنخلط بالفوي مزيان حتى ينسجم ليا هذاك الزيت مع الخليط ديالي كما كتشوفوا. دابا غنزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي هنا 2 كيسان ديال الفينو، ضروري ما نغربلوه. درت هنا الكاس الاول ودرت الكاس الثاني، وغنخلط الخليط ديالي مزيان حتى ينسجم ليا هذاك الدقيق مع المكونات كامله. ودابا غنزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي هنا 2 كيسان ديال دقيق الفورص، ونغربلوه مزيان، ضروري ما نغربلوه. وغنجمع العجين ديالي. انا هنا غنستعمل ايدي باش نتحكم في العجين ديالي مزيان صافي. غنجمع العجين ديالي، غير جمعوها البنات، ما غتحتاجوش تدلكوه، غتجمعوه غير بيديكم حتى ينسجم لكم هذاك الدقيق مزيان وصافي. بالنسبه للعجين غيبقى يتلصق لكم في اليد، وياكم تزيدوا الدقيق، ما تزيدوش البنات الدقيق، ضروري هو خاصو يجيكم كيتلصق في اليد باش كيعطيكم نتيجه زوينه. الا زدتوا الدقيق ما غاديش يعطيكم نتيجه زوينه، غتخليوه مرخوف بحال هكا وكيتلصق في اليد، حيت هو مازال غنخليوه يخمر وداك الفينو غيشرب شويه. المهم هو فاش كيجي مرخوف راه كيعطي نتيجه زوينه. كما كتشوفوا هنا العجين راه تلصق ليا في يدي، ولكن ماشي مشكل، غنحيدو بهاد السباتيل وغنجمع الجوانب ديال الاناء بهاد السباتيل. غنجمع داك العجين كامل كما كتشوفوا صافي. وغنزيد البنات غنزيد الزيت، غير شويه ديال الزيت غندهن به العجين ديالي كما كتشوفوا، زيت زيتون غندهن به العجين على هذا الشكل باش ما يبقاش يتلصق ليا في يدي. باش نجمع العجين ديالي غنغطيه بالسلوفان وغنخليه حتى يخمر ليا، يتضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا. النتيجه راه كتجي غزاله البنات، كيجي مرخوف صافي. غنغطيه وغنخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو ورجع معكم صافي. هنا كما كتشوفوا معايا ضاعف الحجم ديال العجين ديالي، غنخرج منه هذاك الهواء
شوفوا معايا البنات، العجين كيجي غزال، كيجي رائع، غيعطينا نتيجه اللي هي غزاله. صافي هنايا غنقسم العجين ديالي. انا هنايا غندير كويرات صغار، ما غنديرهمش كبار بزاف وما غنديرهمش صغار، وغندير دوك ميني بيتزا حتى همايا. المهم بالنسبه لهاد الكويرات اللي شكلت، درت فيهم 100 غرام، عبرتهم باش يعطيوني قياس واحد ويجيوني بالعبار اللي بغيت انايا. كما كتشوفوا صافي هنايا راه كنستعن بدقيق الفينو. كيعجبني دقيق الفينو في البيتزا، كيجي غزال البنات. صافي غنشكل العجين ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا، وغنحط على جنب. بالنسبه لهاد الكره اللي كتشوفوا كبيره، هذيك غنخليها حتى الاخر وغنطلقها وغنقطعها ميني بيتزا صغار. بالنسبه لكم نتوما غديروا الشكل اللي بغيتو ديروا ميني بيتزا، بغيتو ديروهم كبار، على حسب الرغبه ديالكم. انا هنايا كما كتشوفوا بديت كنطلق العجين ديالي اللي شكلت على هذا الشكل. غنطلقه بالمدلك وانا كنرش في دقيق الفينو باش ما يلصقش لينا العجين، حيت نتوما عارفين العجين رطب عندنا بزاف وخفيف، الا ما رشيناش الدقيق ضروري غيلصق. هنايا كما كتشوفوا غنطقب العجين ديالي. هاد الاله البنات راه زوينه، ضروري تكون عندكم، كتسهل عليكم بزاف وما تحتاجوش تبقاو ديروا في الفرشيط، غير كتضيع عليكم الوقت. صافي كنحط في الطاوه، وهنا غنشكل هذه حتى هي بنفس الطريقه. صافي وغنثقبها وغنديرها حتى هي في الطاوه، وغندخلهم للفران. غنطيبهم غير نص طيبه البنات، غير نص طيبه، وغنخرجهم حتى كتبغيوهم، وديك الساعه كتكملوا ليهم الطياب، كتعمروهم وتكملوا ليهم الطياب كما كتشوفوا. هنا درت في الطاوه هاد الجوج ودخلتهم للفران. وهنايا غنطلق هاد الكبيره، هي اللي غنقطعها ميني بيتزا صغار. كما كتشوفوا العجين ديالنا راه غزال البنات، وكنقلبوه كيف ما بغينا وما كيتلصقش معنا في اليد، حيت كنرشوا داك الدقيق ديال الفينو. هنا البنات من بعد ما طلقت العجين راه نسيت ما ثقبتوش حتى غنقطع. كما كتشوفوا انا خديت هذا القياس، نتوما غديروا القياس اللي بغيتو. فاش غنقطع عاد غنكتشف بان راه ما ثقبتش العجين، وغنخدم بالفرشيط، ولكن عذبتني الفرشيط، عطلتني شويه، ماشي بحال هذيك العيبه ديال اللي كتقب البيتزا. راه غزاله البنات، ضروري تكون عندكم. هنا من بعد ما طيبت العجين ديالي كما كتشوفوا كيجي غزال، كيجي رطب وكيجي خفيف. وشوفوا هاد ميني بيتزا حتى هما كيجيو رطبين. نتوما ديك الساعه غتشكلوا الشكل اللي بغيتو، كيجيو رائعين البنات. بالنسبه هادو اللي كبار شويه خرجوا ليا 10، وبالنسبه لدوك ميني بيتزا خرجوا ليا 21 وحده. راه كميه كثيره وغزاله البنات كما كتشوفوا. نتمنى وصفتنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. واللي ما مشاركش في القناه يشترك في القناه باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.